بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. يبدو القايمة هتطول. قايمة خطف لاعبي الزمالك عن طريق النادي الأهلي. طبعا ده نفس السيناريو اللي كان بيحصل مع النادي الإسماعيلي. خد بقى عندك بقى ياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومروان عطية، مجموعة كبيرة. كل دلوقتي الزمالك هو اللي بينقي لعيبة الأهلي. الزمالك هو اللي بينقي لعيبة الأهلي، وعمر كمال لعب واحد افتكر يعني لعيبه كتيره. نفس السيناريو هو. البعض هيقول لك انت بتلوم على النادي الاهلي ليه؟ ما هو احتراف. هو النادي الاهلي، طب ما هو النادي الاهلي بيجيب لعيبه وبيقعدها عند من الزمالك. يعني مثلا احمد رضا مثلا راح فين؟ ولا بيجيبه ويقعدوا على الدكه. بيجيب اللعيبه ويقعدوا على الدكه، ما بيلعبوش. هو عندهم بس وخلاص. قبل كده كان نادر السيد، وكان قبل كده كان محمد صديق، وقبل كده كان طارق السعيد، وقبل كده جمال حمزه بس ما كملتش. وبعدين دخل بقى لحامد حمدان كمان. طب خلاص بقى كمان بقى اللعيب اللي وقع خلاص تقريبا من مصادر يعني محمد السيد. خلاص محمد السيد قدامه اسبوع ومن حقه يوقع على هنا تاني بقى، يطلع بره يجي جوه. لكن لو خلص اسبوع ده يبقى نفس السيناريو بتاع زيزو اتكرر هو. خلاص وقع للاهلي محمد السيد. ونفس الشيء بالنسبه ممكن حسام عبد المجيد يطلع بره ويرجع. ولكن انا شايف موضوع حسام عبد المجيد يبقى صعب شويه، مش عشان الانتماء وغير الانتماء، ولكن يعني يعني شايف ان مفيش برضك ميل قوي قوي لحسام عبد المجيد. لكن محمد سيد خلاص اعتقد انه وقع على النادي الاهلي. ان الاهلي خلص معاه. هو مخلص معاه قبل كده يعني. وده يعتبر يعني فشل الاخ جون اودوارد. محمد سيد كان قدامك. طب حامد حمدان بقى كان قدامك خالص. كان الموضوع خلصان. هتدفع 20 مليون جنيه وكنت خدت توقيع الولا ومضى عقود باتفاق. ماشي، هيجي عندي في يناير خلاص ادفع الفلوس ووقع وخلص وتمام وخلاص عندي في يناير. لكن انت سبت بقى وتألق في كاس العرب وتألق قدام الاهلي في الماتش اللي جاب فيه جون. خلاص ضيعته. نيجي للنقطة التانية، نقطة بقى زيارة السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي لنادي الزمالك. وطبعا عمل زيارة لكل الأندية الشعبية، نادي الأهلي، نادي الجزيرة، نادي الزمالك. الكلام اللي طالع إن قال لهم خلاص يعني المحكمة كده كده هتحكم إن الأرض، قرار سحب الأرض قرار قانوني خلاص مش محتاج. يعني انتوا كده يعني سراب كل حاجه انتوا بتيجوا فيها سواء دعوه بقى او من غير دعوه. هو هيتحكم كده خلاص. هيتحكم ان سحب الارض قانوني. فتوافقوا باي حل بديل يعني. ايه الحلول البديله؟ هنشوف، هنعرض عليكم حلول بديله. ما قالش ما حددش بقى ارض بديله ولا إيه. يعني ما حددش شيء معين. يعني ما حددش قال الارض تبقى فين. لكن هو ممكن طبعا الحل التاني الارض البديله. يقال ان هي جنب الارض الذكيه قريبه، يعني جنب مطار سفنكس، طريق مصر الاسكندريه الصحراوي، مش بعيده يعني. يعني بقى في اعمار يعني جنبها كده، يعني جنب مدينه زايد والحتت دي كلها قريب، يعني قريبه على الصحراوي. يعني يا دوبك بتعدي مدينه الشيخ زايد، بتروح الناحيه التانيه بتلاقي مطار سفنكس على اليمين. فنشوف الحل البديل ايه. خلاص وافقوا، ما انتوا كده كده المحكمه مش هتحكم لكم بعد تقرير المفوضين. فقالوا احنا تحت امر الدوله ومفيش اي مشاكل خالص. والزمالك طبعا رافع الرايه البيضاء وشكرا. مش هيقولوا ايه يعني. هم ما بيقولوش حاجه في اي حاجه. فهنشوف القرار هيطلع ايه الفتره الجايه دي. هنشوف. كل التوفيق للزمالك دايما. شكرا.